السلام عليكم. اليوم غادي نديرو مقارنة بين جوج لاعبية اللي هما مهمين في المنتخب المغربي، واللي هما عبد الصمد الزلزولي والياس بن صغير. وهذه المقارنة نعتمد فيها على مجموعة من المعايير. غادي نبداو بالسرعة. بالنسبه للسرعه في اللاعبين بجوج عندهم هاد الميزه هذه، الا ان اللاعب عبد الصمد الزلزولي كيتفوق على اللاعب الياس بن الصغير من ناحيه السرعه. فهنا غادي نعطي الافضليه للاعب عبد الصمد الزلزولي. من السرعة ندوزو المهارة الفردية. بالنسبه للمهاره صراحه الميزه الاساسيه اللي كتميز هاد اللاعبين هما المهاره، سواء بالنسبه لبن الصغير او لا بالنسبه لعبد الصمد الزلزولي. الا ان صراحه ما غاديش نقدر نفضل واحد بيناتهم، بجوجهم كيمتلكوا مهارات تبارك الله عليهم. فهنا غادي نعطي الافضليه ليهم بجوج بيهم. تبارك الله ماهرين بجوج. من المهارة غادي ندوزو المعيار التسديدات او الفراب. بالنسبه للتسديدات، صراحه بوجههم كيتيريو مزيان. غير هو انا شخصيا كنفضل بالصغير بالنسبه للتيرات. علاش؟ على انه التيرات ديالو كيكونوا كي مركزين على المرمى. فبالنسبه لعبد الصمد الزلزولي فقليل التسديدات اللي كيكونوا كيمشيو للمرمى. فالاغلبيه ديال التسديدات عبد الصمد الزلزولي فكيكونوا بعادين شويه. فهنا غادي نعطي الافضليه للاعب الياس بالصغير. ومن معيار التسديدات ندوزو لمعيار القوة البدنية. صراحه بالنسبه لمعيار القوه البدنيه هنا باين ان عبد الصمد الزلزولي تبارك الله كيمتلك بنيه جسديه اقوى من اللاعب الياس بن الصغير. فهنا الافضليه غادي تمشي للاعب عبد الصمد الزلزولي. نمر للمقارنة على مستوى الإنهاء. بالنسبه للانهاء فصراحه الافضليه كنعطيها للاعب الياس بن الصغير. فعنده الفينيش افضل من اللاعب عبد الصمد الزلزولي، بالرغم ان عبد الصمد الزلزولي في الاونه الاخيره ولا هو كيدير الفينيش مزيان، الا انه كتبقى الافضليه للاعب الياس بن الصغير. وعلى مستوى الضربات الرأسية. بالنسبه للضربات الراسيه فاللاعبين جوج بهم صراحه ما عندهمش هذه الميزه هذه. كنظن ما فايتش شي واحد فيهم ماركه بالراس، من غير الا كانت شي اهداف اللي هي قليله. فانا هذه الميزه ما كيتوفرش عليها بجوج بهم الصراحه. ومن معيار الرأسيات ندوزو لمعيار اللعب الجماعي. بالنسبه لهذا المعيار انا كيبان لي ان عبد الصمد الزلزولي صراحه هو واحد اللاعب اللي كيعتمد على المهاره ديالو، ما كيعتمدش على اللاعب الجماعي. بالنسبه لبن الصغير كيعتمد نوعا ما على اللاعب الجماعي. فانا غادي نعطي الافضليه للاعب بن الصغير. غادي نمروا المقارنة على مستوى شخصية اللاعب داخل الميدان. بالنسبه لهذا المعيار ديال شخصيه اللاعب فهو معيار مهم حتى هو. واللاعب اللي كيمتلك شخصيه وكاريزما داخل الميدان فكتكون عنده هذه الميزه كتعطي افضليه. بالنسبه للاعبين بجوج عندهم شخصيه عندهم شخصيه وعندهم كاريزما داخل الميدان. الا انني كنشوف ان اللاعب عبد الصمد الزلزولي كيمتلك هذا الكاريزما، خصوصا مع المنتخب المغربي، لانه جا المنتخب المغربي قبل من اللاعب الياس بن الصغير. فهو قدر انه يندمج داخل المجموعه ديال المنتخب المغربي. فهنا غادي نعطي الافضليه للاعب عبد الصمد الزلزولي. كل التوفيق للاعب عبد الصمد الزلزولي وكذلك اللاعب الياس بن صغير. شكرا لكم ونلتقي في فيديو آخر بحول الله.